السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى متابعيني في كل مكان. رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين يا ألف. كل سنة يا رب كده عقبال. كل سنة وانتم بصحة وسلامة يا رب. النهاردة السحور بقى كده. كل سنة وانتم طيبين متابعيني في كل مكان. يا رب تكونوا في أحسن صحة. النهاردة بقى قلت ايه اجهز بقى ان شاء الله الفطار بكرة، محتارين مش عارفين هنعمله فطار ايه. عمالين يقولوا عايزين بقى نعمله ايه، وده يقول انا عايزين نعمله بكرة ورق عنب ومحشي فقلت لهم انا هعمل مخروطة. ان شاء الله كده اعمل مخروطة واعمل كباب واعمل ايه تاني يا ربي، سمبوسك وحاجات من دي يعني. فقالوا خلاص ماشي، فقلت لهم انا يعني انا خلاص عايزه اكل، يعني اعمل مخروطه في اول يوم كده. فهعمل بقى هعجن المخروطه. طبعا النهارده بقى السحور. قلت ابدا اجهز بقى دلوقتي كده المخروطه واعملها من دلوقتي. وان شاء الله بكره بقى ايه، آه، اعملها بقى يعني ايه، اعملها النهارده واردها بكره بقى ان شاء الله بالبخار كده، بس يعني ايه حوالي نص ساعه قبل الفطار كده اردها بقى ايه، تترد تاني مره على المصفى يعني بالبخار. فقلت اجهز النهارده طبعا عشان كل سنه وانتم طيبين كده يا رب وبصحه وسلامه. ما شاء الله يعني. رمضان كده بكرمه بربنا يجعله يا رب رمضان سعيد عليكم وعلينا يا رب. ازيكم يا احلى متابعيني في كل مكان. كل سنة وانتم بصحة وسلامة، كل سنة وانتم طيبين متابعيني في جميع الدول، في السعودية وفي المغرب وفي الكويت وفي كل الدول العربية والأجنبية. كل المسلمين بخير يا رب، كل سنة وانتم طيبين. رمضان يا رب كده يجعله رمضان سعيد عليكم إن شاء الله. عجنتها بقى المخروطة بقى بعجنها، بخلي العجينة بتاعتها بتكونش لينة، بتكون العجينة لابسة. وأهم حاجة بلتها جامد، لتها عجينها كويس خالص عشان أنا هعملها بالمكنة. فبقطعها بقى كده، أقطعها قطع صغيرة يعني قطع صغيرة خالص، عشان طبعا عايزة العجينة تكون لابسة عشان المكنة تعملها رهيفة، يعني كل ما العجينة بتبقى خفيفة زي الجلاش كده. فقلت بقى ايه اتسلى بقى كده عشان في بقى طبعا آه، اليوم قصير طبعا وكده، وعشان المخروطة كمان في حاجات تانية هتتعمل، فاعمل دي النهاردة بقى كده يعني. والواحد بيبقى والله بجد كله بيفكر طب نعمله محشي، ونعمله مش عارف كده يعني. فأول يوم ده بيبقى بالنسبة لأي حد عايز يعمل كل حاجة، أو عايز يعمل بجد يعني إيه الأكلة اللي هو عايزها. فقلت خلاص حرد كل الأطراف. ممكن أعمل محشي ورق عنب، وأعمل المخروطة، واعمل طبعا انا عملت السمبوسك، انا اللي عملت السمبوسك برضو بتاع، وبططتها وعملتها بالمكنه كده وحشيتها وشلتها، حطيتها في التلاجة. عصقت اللحمه وحشيتها وحطيتها في التلاجة. فقلت بقى اتسلى بقى ايه واعمل المخروطه. فالمخروطه بصراحه بتبقى خفيفه وحلوه. ربنا يجعله كده يا رب كده سعيد علينا رمضان كده يا رب. وبعدين رمضان مش أكل وبس، والله رمضان أهم حاجة إن كل واحد بقى إيه وعمله بقى، كل واحد إيه تبع الصيام بتاعه كده، يصوم بقى كويس ويصلي ويدعي ويقرأ قرآن. هو رمضان شهر ما يتعوضش، والله شهر رمضان ما بيتعوضش اليوم فيه ولا بسنة. فلازم بقى كده يا ربنا يتقبل يا رب كده ان شاء الله نكونوا بقى كده ايه، نصوم عن كل حاجة، عن الكلام عن الناس، ما تكلموش على حد، ما نضيعوش صيامنا بأي حاجة. نفكروا بقى ان احنا مثلا ان احنا لا نتكلموا على اي حد كده ونتسلوا، لا طبعا يعني لازم نحافظوا على الصيام وعلى الصلاة.
ربنا يتقبل مننا يا رب، ويجعله رمضان سعيد يا رب، اللهم امين. احلى شهر والله، وشهر مبروك، وشهر الخير، وشهر كل حاجة حلوة. ربنا يا رب يتقبل مننا صيامنا وصلاتنا، اللهم امين. كده قطعت بقى الرقاق، قطعه قطع صغيرة، وجبت المكنة ديت بتاعت التبطيط، وهبدأ بقى ايه، اتسلى بقى كده. فان شاء الله يا رب كده يكون جعل فطاركم بقى كده. انتوا يا ترى انتوا هتعملوا فطار بقى؟ انتوا اكيد كله بصوا بط ومحشي. كل ما حد بقى اسأل حد هتعملوا فطار ايه، هنعمله بط وهنعمله محشي. احنا عندنا ما بياكلوش البط خالص والله العظيم. ما بياكلوش البط خالص. فقلت خلاص بقى مش مشكلة بقى ايه، طالما ما بياكلوش البط يعني هجيبه لايه. فانا بقى كده قلت بقى اعمل مخروطة ولحمة وكده. هما يعني يمكن اكتر حاجة بيفضلوها اللحمة والفراخ. بس البط لا، ما بياكلوش بط والله خالص ولا بيحبوه. فقلت لا مش مشكلة بط، يعني المخروطة دي مع البط بتبقى جميلة. اقول له اجيب لكم دجر بط وكده، قالوا لا ما بناكلوش البط. فقلت خلاص بقى انا هتعب نفسي واجيب انا مرة في العيد الكبير. قلت بقى ايه، انا هروح بقى السوق بتاع الطيور وهروح اجيب بط وكده عشان ايه العيد وكده. فرحت السوق لقيت البط قدامي كويس واسعاره كانت حلوة. جبت بطتين وجاية. اول ما فتحوا لي الباب صرخوا في وش، ايه ده احنا بناكلوش بط، جايبه بط ليه؟ قلت لهم مالكمش دعوة، يعني انا اللي هاكله. قالوا لي خلاص انت اللي تاكلي البط، مش هناكله بط. فانا اتصدمت بصراحة لما قالوا لي كده، وقلت خلاص ماشي. البط غسلته ونضفته وحطيته في الفريزر. وقلت بس عادي كل ما اعمل لهم فراخ انا هعمل من البط. بس قابلوني مقابلة، يعني صدموني بالبط. بس انا كنت عايزة والله بجد اطلق البط يمشي. فمن يومها بقى ما بقتش ايه، يعني اقول لهم نجيبوا بط يقولوا لي لا احنا ما بنحبوش، لسه ما حبتوش البط يقولوا لا احنا ما بنحبوش. قلت خلاص بقى مش مشكلة. اللحمة وخلاص، لحمة كويس وخلاص. فمش عارفة ايه يعني ان الواحد، انا بحب كل حاجة والله، يعني انا ما بقولش على اي اكل ده لا او ده كل الاكل بحبه، كل نعمة ربنا حلوة. يعني البط ده احنا كنا بنربوه الاول عندنا، ما شاء الله كان عندنا طيور بنربوا بط وحمام وفراخ بلدي وكل ده. وكنا والله بجد على طول ما بنجيبوش فراخ بيضة خالص، كنا كل نذبحه من عندنا على طول. نذبحوا حمام، نذبحوا بط، نذبحوا وز، كل الطيور مربينها. وكنا بنحبوا الحاجات دي، عمرنا ما قلنا على حاجة بنحبه ده ولا بنحبوش ده. الجيل ده بقى كله عايش على الفراخ البيضة، عايزين فراخ بيضة. فيعني كانت زمان كانت كل حاجة لها طعم ولها معنى. رخر يعني تبص تلاقوا طعم اللحوم دلوقتي وطعم الحاجات دي لا مش زي الأول، عشان كانت الأول الفراخ بلدي، الحاجات دي كلها كانت حلوة. أما الفراخ البيضة ديت بتبقى لا لها طعم ولا لها معنى. معرفش بيحبوها ازاي، والله ما بحبها. بس بقى انا بجاملهم وباكل منها عادي، ما بقولش ما بحبش الفراخ البيضة وكده. فزمان كان الخير ياما، وكان التربية على طول بالرب، والله السطوح كانت عندنا مليانة وعندنا بالرب وكل حاجة. دلوقتي يعني ما فيش، يعني الله يكون بعون الجيل الجديد ده بياكلوا ايه، يعني مش عارفة. انا إن كان عليا مش هاكل الفراخ البيضة خالص. والله بجد. فالحمد لله على كل حاجة. أنا عمري ما بقول على حاجة ديت لأ وديت حلوة ودي وحشة. بس زي عادي بقى، يعني أنا كل حاجة ونعمة ربنا حلوة. كده بقى بفرد بقى الأول، ببطط بقى وافرد واسيبه شوية، يعني ما احطش في الناحية بتاعت المخروطة الأول وأقطع، لأ أنا ببطط واسيب الرقاق شوية كده لغاية ما مش ينشف، لا يدوب بس كده يكون ايه، آه
ماسك نفسه كده، أنا العجينة لابسة وحلوة كمان، يعني العجينة مش لينة. فبفرد حواليا كده، وبعد ما بطط شوية اروح متضيرة بقى ايه، على نقلة الايد بتاعة المكنة على الناحية بتاعة الشعرية بتاعة المخروطة. فبصراحة يعني ما شاء الله، والله بجد أنا بحب الحاجات دي وأحب التبطيط الحاجات دي، يعني على طول كنا بنعمله الأول كل حاجة دي مبروم، مخروطة، مسرودة، الحاجات دي كلها. فأنا بطط شوية كبار كده الأول، وبعدين أروح فردهم على المكنة ونشرهم. يعني ما نشرهمش ياما، يعني حوالي 10 دقايق 5 دقايق كده، وأبدأ بقى إيه، أقطع على طول. كان الأول بنخرطوا المخروطة دي بالسكينة، كانش في مكان زي ده كده، كان بالسكينة. بص بقى، المكنة سهلت كل حاجة والله، يعني المكنة ما شاء الله بتخلي الحاجة، وبعدين بيبقى خفيف ورهيف وحلو. لكن الأول كنا بنفرد ده كله على إيدينا، نبططه ونقطعه بالسكينة ونبرمه لا دلوقتي لا خلاص، يعني المكن ده حلو. فانا اقطع شويه كبار كده وبطط، يعني عامله الحته صغيره خالص، عشان لو الحته كبيره طبعا هتبقى مش هتعرفي ترهفيها وتاخدي راحتك. لازم زي الجلاش كده يبقى خفيف وحلو. بس ما شاء الله عشان العجينه بتبقى حلوه، فما بعوز بقى اي، يعني ما شاء الله لا بيلزق ولا كده، لا. اللي عايز يبطط المخروطة كويس يلبس العجينة يخليها ناشفة، يعني ما يخليهاش طرية خالص. كده بقى هنقل على الناحية التانية بقى، واحط ايد المكنة على الناحية بتاعة المخروطة، واقطع بقى. انا حطيت المصفى طبعا على النار، عشان على ما المصفى تكون بوخت اكون انا ايه قطعت المخروطة. بنقل الايد دي بقى كده هنا في الناحية دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أحلى ليلة وأحلى يوم، ليلة رمضان النهاردة، يوم السحور. الله، أنا بقى علقت على الفول وبجهز بقى السحور. يعني أنا دلوقتي قمت علقت على الفول برضه، حطيته على النار، بليته من بدري من الصبح بدري. وبعد الفول بقى كده ما اتبل، رحت ايه، حطاه بقى على الشعلة الصغيرة، موطية النار خالص، وحاطة الفول. قلت بقى ايه، اوضب المخروطة. يا رب بألف هنا وشفا، وإن شاء الله كده يكون فطار صيام مقبول مننا جميعا يا رب. فكده بص بقى كده الناحية بتاعت التقطيع كده، في ثواني المكنة بتقطع على طول ما شاء الله. بس ارش دقيق بقى، لازم ارش دقيق بين الطبقة والطبقة، ارش دقيق عشان ما يلزقش يعني كده. حط كيس الدقيق في ريحي، واروح رش الدقيق خفيفة كده. ومعايا الضيارة بقى احط فيها. الضيارة دي بقى بتهز طبعا الدقيق كله، بتنزل الدقيق كله. واعمل لحد ما اخد بقى ايه، واروح اودع المصفى، اقطع اللي انا بططته ده واروح موديه في المصفى على طول. فرشة حتة قطن كده في المصفى، اروح حاطة فيها على طول، وجاية عاملة على طول باستمرار بقى، يعني طالما المصفى محطوطة على النار لازم اعمل بسرعة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. رمضان كريم. احلى يوم، يوم اول بداية انتظارنا للسحور كده ورمضان. دلوقتي بقى احنا ما شاء الله يعني بننتظر السحور بقى كده. كل سنة وانتم طيبين. والله بجد يعني يوم بيبقى جميل، والشهر كله بيبقى شهر جميل. ربنا يا رب يتقبل مننا جميعا. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة في كل مكان، في جميع الدول العربية والأجنبية، وكل المسلمين في كل مكان. رش الدقيق، لازم رش الدقيق كده، عشان ايه تبقى نازلة المخروطة كده مفرفرة كده من بعضها.
بص ما شاء الله، خفيفة وحلوة خالص. ههز بقى الدقيق ده اودع المصفى، اروح اودع المصفى على طول بقى كده. بعد ما الديارة دي طبعا مخروم واسعة، الخروم بتاعتها واسعة، بتنزل الدقيق كله، ما بتخليش دقيق. بص مفيش واحدة ماسكة في التانية، ما شاء الله جميلة. وبنتسلوا بقى يعني احنا احتفالنا برمضان وفرحتنا برمضان احلى فرحة يعني بجد والله. مش حكاية اكل ولا اي حاجة، لا والله. بيبقى يعني ايه حاجة كده، احتفال برمضان كده. وكل سنة وانتم طيبين. كده بقى وديت التانية في المصفى، ورحت وديت اللي انا عملته في المصفى، واجي اعمل غيره بقى كده بسرعة، وراح اودي تاني حالا. ما بتغيبش يعني، والله ما بتغيبش. اهم حاجة العجينة بترتاح وتتغطى، وبعدين تتبطط بقى، تبقى سهلة وحلوة. يعني المكان ده سهل علينا والله كل حاجة ما شاء الله. رش دقيق خفيفة كده. ازيكم يا احلى متابعين؟ فين متابعيني بقى كده الجدعان بقى كده؟ اللي مشتركش يشترك مع طنط هويدا طبخة هنية تكفي 100. فين مشاهداتكم بقى كده؟ وانا معلش انا ما عملت لكمش فيديو بقى لي فترة. والله كان عندي دور برد كده، والحمد لله. فعايزاكم بقى كده تشوفوا بقى فيديوهاتي وتشجعوني بقى كده. كل سنة وانتم طيبين متابعيني في كل مكان. الحمد لله والله. انا بقالي دلوقتي اكتر من اسبوع او اكتر 10 ايام ما عملت لكمش فيديو. فبدأت بقى كده هوت، يا رب كده ان شاء الله الفيديو يعجبكم. متابعيني في كل مكان، متابعين طبخة هنية تكفي 100 يا احلى متابعين. يلا الجدعانوا بقى كده. عايزاكم بقى كده تشوفوا الفيديو كده وتشجعوني بقى، عشان اصور معاكم في رمضان كده فيديوهات كويسة ان شاء الله. كده هروح اودي بقى في المصفى كده. بصوا بقى نازلة زي السلوك ازاي، ما شاء الله بتبقى حلوة وخفيفة. اروح اودي بقى تاني، واجي اعمل اللي انا ايه، ابطط بقى كمية تانية بسرعة. والمصفى شغالة هناك، يعني انا بحط المصفى. وبعدين بعد ما بودي بقى كمان دورين كده، بروح مقلبة بقى، لازم اقلب، ارفع المخروطة في المصفى كده واحط بقى، اجيب دي في جنب، واحط اللي انا الجديدة دي تحت. حطيت ايد بضحك بقول لكم، انا حطيت ايد المكنه في الناحيه اللي بتبطط، الناحيه التانية جيت احطها رحت موديها في الناحيه اللي بتاعت التبطيط. فدور الاقيها ما بتدورش، تبقى بتدور في الناحيه التانية. شويه دقيق لازم معايا دايما كده. ورغم ان هو عشان العجينه لابسه ما بتحتاجش دقيق ياما يعني، لكن لو لينه تحط دقيق وتشبط وتعمل، لا لازم تبقى عجينه ناشفه، عن القرص ياما ناشفه خالص. شوفوا بقى ببطط كمية كبيرة كده، والتقطيع وهي بتخرط كده ما بتاخدش وقت على طول. اهو يعني ايه، كل يوم في رمضان بقى بنفكروا فكرة بقى، النهاردة هنعمله ايه، بكرة هنعمله ايه. ومعروف يعني ان رمضان اصلا يعني ما شاء الله، يعني بتيجي تفكري في اي حاجة تعمليها تلاقي نفسك عايز تعملي حاجات تانية كتير. فإن شاء الله كده يكون رمضان سعيد علينا وعليكم متابعين يا رب في كل مكان. كده بقى ايه المسحرات؟ احنا الساعة كام دلوقتي؟ احنا لسه الساعة 9. النهاردة بقى ايه، بيجهزوا بقى الطبلة بتاعة السحور.
وهتلاقوا بقى تحتنا هنا بقى بيسخن الطبلة بقى ويلف بقى يعني رغم ان الناس كلها طبعا ما فيش حد بينام، كله صاحي، بس ده عادة بقى حلوة يعني احنا نسمعوا الطبلة بتاعة السحور دي، احلى حاجة. يجي بقى المسحرات تحت، واللي بقى ينزل له واللي يمعدي بقى يديله بقى فلوس، يقول بقى الأسامي بتاعت الأطفال اللي هم في البيت يعني، فبيبقوا فرحانين بقى كده حاجة حلوة يعني. كذا بقى يعني كل مكان كده له مسحرات، يعني مش كل واحد بيلف البلد كلها طبعا، لا، بتبقى كبيرة، بيبقى في كل كام شارع كده آه، بيسحر الناحية اللي هي تبعه يعني. كان عندنا زمان بقى كده في البلد آه، واحد مسحراتي هو اللي ايه اللي يعني اللي هو بيسحر البلد كلها. فالمهم ايه، جابوا واحد جديد تاني وقالوا ايه البلد كبيرة، خلوا اتنين يسحروا فيها. فالاتنين بقى ايه بيسحروا، فطلعوا ايه واحد دخل في الناحية اللي الأولاني كان بيسحر فيها، وبعدين مسكوا ببعض وقعدوا ايه يتعاركوا مع بعض. فراحوا بقى للعمدة بقى بتاع البلد، فهم متعاركين مع بعض، بيقول له انت بتتعارك معاه ليه وماسك فيه ليه وبتضربه ليه؟ قال له ما هو بيطبل في المطبل، يعني جه الناحية بتاعتي بيطبل في المطبل. فده بقى ماسكينها بقى، كل ما حد بقى ايه يقول حاجة تضحك يعني يقولوا ايه ما هو بيطبل في المطبل. قال لهم كل واحد ما يتعداش الناحية بتاعت التاني. فالتاني بقى جديد لسه مش عارف المكان اللي هو بتاعه اللي هيسحر فيه، فخرم على الشارع بتاع المسحرات الأولاني، فقعد يطبل. قال له انت ليه بتطبل في المطبل؟ والله كانت حاجات زمان كلها، وكانت حاجات حلوة والله. كل سنة وانتم بصحة وسلامة يا رب. كده بقى خلصت ما شاء الله، ما خدتش وقت معايا خالص اهيت وخلصت. وهقوم بقى اعمل ايه، شغل المكنسة عشان انا مروقة الشقة وغسلة السجاد وغسلة كل حاجة. فطبعا الدقيق ده هيضيع لي اللمسة بتاعت عايزة، لا اللمسة الأخيرة بقى ان انا ايه اشغل المكنسة بقى واكنس مكاني واكنس الشقة كلها بصراحة، عشان الحبة اللي انا قاعدة فيهم دولت يكون دقيق ولا حاجة. فانا هشغل مكنسة كده وكأني ما عملتش حاجة، انضف مكاني كأني ما عملتش اي حاجة، اكنس الصالة كلها. فحالا خلصت، ما خدتش وقت معايا، ووديت كله في المصفى وغطيت المصفى. هدخل دلوقتي بقى اوريكم بقى وهي على النار. شغل المكنسة بقى، اهم حاجة بص بفرش ملاية على على الحافظات عشان ما يبقاش فيه دقيق ولا حاجة. فاخد الملاية انفضها في البلكونة، واجيب واشغل المكنسة بقى كده وانضف بقى الصالة تاني، يعني مكان ايه نضيفة والله. ده انا بقالي كام يوم والله يعني، غسلت الحافظات وغسلت السجاد وعملت كل حاجة، وفرشت وعملت كل حاجة وعلقنا الزينة. بس انا ما وريتكمش بقى النور والحاجات اللي معلقينها، في فيديو تاني ان شاء الله اوريه لكم. فهكنس بقى كده ما شاء الله يعني. ما فيش دي واقع بسيط خالص، بس لا أنا لازم بقى اخلي ايه ما عنديش بقى ان انا مثلا ابقى حاسه كده ان انا كأني ابهدل الدنيا وانا بعمل، لا انا كنت فرشه ملايه وخلاص بقى كده ايه، ما شاء الله الدنيا راحت زي الفل. شفتوا بقى المصفى بقى، حطيت المخروطه وبقلب بقى، لازم اقلب على طول كده. بحط في المصفى طبعا الاول في الحله الاول خالص الميه لغايه ما تبوخ كده تعمل بخار، بحط فيها شويه ملح واقلب بقى المخروطه كل شويه كده. حلو ما شاء الله، طالعه ما شاء الله مفرفره وحلوه خالص وسهله، واعملها سهله. وانا بحبش الجاهزه اللي من بره، مش بحب اللي هي بتتباع دي، لا انا بحس ان هي معرفش، انا بحب بتاعتنا دي اللي انا بعملها. بيقولوا لي طب انت بدل ما تعملي وتتعبي نفسك طب ما تجيبي جاهزة.
من السوبر ماركت. قلت لهم لا، انا بحب المخروطة دي، طعمها بيبقى احلى. يعني دي بحس انها مخروطة كده، معمولة من الدقيق يعني. انا بحط معلقتين بقى في المصفى من تحت كده، بقى عشان تبقى شايلة المخروطة، تقوم بقى البخار يطلع، ما تبقاش ايه برفع المخروطة من تحت. بص بقى كده ما شاء الله، جميلة مفرفرة وحلوة خالص. فانا بردها بقى كده، بحطها كده لغاية ما افرفرها من بعضها كده شوية، واروح مزودة الحلة بقى شوية مية تغلي تاني، واروح ردها في المصفى تاني. الدور التاني اللي انا هحطه ده، وبعدين بقى ايه هشيلها بقى في التلاجة بعد ما تبرد، احطها في الحلة، احطها في التلاجة. وبكرة ان شاء الله قبل الفطار يعني بعد العصر كده اروح محطة المصفى. المصفى تبخر كده بخار، تغلي، وتبوخ كده، واروح حاطة بقى المخروطة، اديها الايه، اديها الردة التالتة بقى. الردة التالتة دي عشان بعد كده بقى هاخدها وهي كده، احط فيها الزبدة وفلفل اسود والملح، وخلاص بقى، وتتحط على الاكل سخنة على طول. فانا بردها مرتين، يعني مرة هتترد دلوقتي، ومرة هتترد بكرة بقى ان شاء الله، اللي هي ايه، قبل الفطار. شفتوا بقى طالعة والله جميلة ما شاء الله يعني. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة، يا أحلى متابعيني في كل مكان. سخنة بقى، مش على فكرة أنا نسيت أقول لكم، أنا بحط لها زبدة معاها في المصفى برضو، بحط حتتين زبدة في المصفى، بتخليها تطلع مفرفرة ومش ماسكة ببعضها ولا أي حاجة. يعني أنا بعد ما بحط المخروطة في المصفى، بجيب حتتين زبدة، واروح حطاهم بقى على الوش كده، وطبعا البخار بقى بيخلي الزبدة تنزل عليها كلها، فبتخليها مفرفرة وبتخليها حلوة. وطبعا بحط لها زبدة بقى ساعة الأكل، بقى الزبدة بقى ساعة الأكل، طبعا ده أكيد يعني. كده بقى إيه، هحطها في المصفى بقى، أرجعها تاني في المصفى كده. سخنة مش قادرة أمسكها من السخونية، سخنة جامد. فكده بس أحطها بقى إيه، حوالي ربع ساعة كده أو تلت ساعة بس كده، الردة التانية دي، عشان بكرة إن شاء الله لسه هتاخد لها الإيه، البخار الأخير بقى، الناحية الأخيرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كده خلاص بقى، خدتها الدور اللي هي الردة التانية، وهحطها بقى كده في الحلة، هعباها في الحلة واسيبها تبرد بقى على الرخامة شوية، غطيها وادخلها التلاجة. كده بقى المخروطة خلاص خلصت، فاضل لها ايه بقى على الفطار بقى، يا دوب كده احطها في المصفى بس كده، تبخر كده. كل سنة وانتم طيبين وبصحة